السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة طارق. وصفة اليوم غادي تكون فطائر على الطريقة التركية باللحم المفروم والخضر. المقادير كما العادة غادي نخليها لكم في علبة المعلومات تحت الفيديو، وغادي نبداو على بركة الله. هنا جالسة كنشحر البصلة ديالي مع 250 غرام ديال الكفتة، بصلة متوسطة، نضيف عليها الابزار والمليحه، معلقه كبيره ديال الطماطم المصبره، ودائما نحرك. نضيف عليها الخضر ديالي اللي بغينا. انا هنا عامله طوماط سوريس والقرعه خضراء. نغطيها نخليها طيب على نار هاديه، ما نحتاجش نمرقها لانني غادي نضيف هنا واحد مطيشه مقطعه. غادي نخليو الحشوه ديالي طيب ونحضروا العجينه. هنا غادي ننزل بيضه، نص كاس ديال الزيت، كاس صغير فيه 100 ملي، وكاس ديال الحليب مع كاس ديال الماء دافي، نص معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه كبيره ديال السكر، ومعلقه كبيره ديال خميره الخبز. هنا غادي نبدا نضيف الدقيق شويه بشويه، مجموع ديال 600 غرام. الا احتاجنا نزيدو الماء نزيدو شويه. العجينه ديالنا خصنا تجي هكذا خفيفه، نخليوها ترتاح نص ساعه. بعد ما ترتاح نعملو كويرات حسب الذوق ديال كل واحد. يقدر بنادم يعمل ميني فطيرات وصافي. انا عملتهم هنا كبارين. ونبداو نطلقو. الحشوه ديالنا واجده، غادي ننزلوها نيشان. الفطيرات ديالنا كل ما كانوا صغارين كل ما كانوا ساهلين في الهزه باش ننزلوهم في اللاطه ديالنا. هنا غادي نطويها، نحاولوا نضغطوا عليها شويه في الجوانب باليد باش ما تحلناش. في اخر شيء نضيفوا على الفطيره ديالنا من الفوق بيضه مطربه ولا جبن موتزاريلا ولا جبن مبشور اللي بغينا، ولا نخليوها هكذاك وندخلوها للفران ديجا عندنا سخون على درجه حراره 220 15 دقيقه، والفطيره ديالنا يكونوا واجدين. كنتمنى تعجبكم وصفه اليوم. ما تبخلوش عليا الاعجاب ونشر الفيديو بين الاصدقاء. مرحبا بكل تعليق منكم سواء يكون ايجابي او سلبي. واذا كنت جديده في القناه ما تنساش تنضم لينا بالضغط على زر الاشتراك. رمضان مبارك.